أهلا بيك يا بطل في مركز ممارسة التحكم بالأقمار الصناعية وأبحاث الفضاء. بص على النماذج دي. ده نموذج لروبوت بنستعمله في دورات الاستكشاف للكواكب وبيساعد رواد الفضاء في رحلتهم. ده نموذج للصخور الناتجة عن تصادم المذنبات والشهب والكويكبات مع بعض ومع حطام الأقمار الصناعية التالفة في الفضاء. ده نموذج لقمر صناعي بيدور حوالين الكرة الأرضية، بيستقبل وبيرسل إشارات ومعلومات لمركز التحكم، وإحنا بنستلم البيانات دي وبنحللها. وده آخر نموذج، هو نموذج مصغر للكرة الأرضية متكون من صور متجمعة من آلاف الأقمار الصناعية اللي بتلف حوالين الكرة الأرضية. إيه ده؟ الظاهر إن في موجة كهرومغناطيسية ظهرت جنب القمر الصناعي وممكن تعطل الإشارة الجاية منه عندنا. تعال لما نشوف الحالة بتاعة القمر الصناعي في الأوضة رقم 1. الأوضة ديت هي أوضة السيرفرات. كل البيانات اللي عندنا بتتحلل وبتتخزن هنا، واللي عامل السوفت وير بتاع السيرفرات ديت مبرمجين مصريين، وهم كمان اللي عاملين السوفت وير اللي بيخلينا نتحكم بالقمر الصناعي عن بعد. تعال لما نشوف حالة القمر الصناعي. تعال بص. ده تأثير الموجات الكهرومغناطيسية على القمر الصناعي، بتعطل وظائف القمر بشكل مؤقت وبتعطل الإرسال اللي بيوصل لنا من القمر بشكل مؤقت. بس احنا عاملين نظام بيخلي القمر يرجع يشتغل عادي بعد الموجة ديت ما تهبطه، عشان ما يضيعش في الفضاء وما نبقاش قادرين نوصله تاني. تعالى بقى اما اوريك مركز التحكم اللي احنا فعليا بنتحكم فيه بالقمر الصناعي اللي في الفضاء من مكاننا هنا. الباب دوت بيودي للأوضة رقم 3. ده المعمل الرئيسي لمركز التحكم. اللي على اليمين دول المهندسين بتوعنا اللي بيحللوا البيانات اللي جاية من القمر الصناعي، وعلى الشمال دي ترابيزة الاجتماعات اللي المهندسين بيتجمعوا حواليها كل يوم عشان يشوفوا ايه التطور اللي بيعملوه هنا في المركز، ولو في أفكار جديدة حابين ينفذوها فبيتناقشوا فيها. دي بقى الشاشات اللي بنتابع بيها مكان القمر الصناعي وبيانات عنه زي سرعته ودرجة حرارته وقوة الإشارة اللي بتربطنا بيه. التحكم في حركة أي قمر صناعي بيحتاج علم ومهارة وتدريب كتير عشان نقدر نتحكم فيه بشكل سليم، بس المهندسين بتوعنا قدروا يعملوا أدوات تحكم سهلة الاستخدام عشان تساعدنا على التحكم في حركة القمر الصناعي. يعني مثلا الدراع اللي على اليمين ديت بتتحكم في دوران القمر الصناعي لما بتحركها، والزرار اللي على الشمال ده بيتحكم في قوة الدفع اللي خارجة من محرك القمر الصناعي. يعني كل ما تدوس عليه كل ما القمر الصناعي هيشغل محركات الصواريخ اللي فيه عشان يحصله قوة دفع للأمان. جرب كده. القمر بتاعنا نتيجة العاصفة الجيومغناطيسية اتحرك من مكانه وبعد عن الإشارة بتاعتنا، وده خطر لأنه كده ممكن يضيع في الفضاء. فباستخدام دراعات التحكم ديت وصلوا الحلقات اللي موجودة في الفضاء عشان يوصل لمكان الإشارة فيه كويسة. وخلي بالك من الصخور اللي طايرة في الفضاء عشان ما تدمرش القمر الصناعي.
كده انت للأسف دمرت القمر الصناعي بتاعنا، وده تكلفته مليارات على المركز، فانت مرفوض من العمل ومتحول للتحقيق.